السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على جميع الطلبة. وصباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء عندكم الآن. اليوم غادي ندير واحد الفيديو رابع بعد الفيديو الثالث اللي كان كيتكلم على نظام الدراسة في لافاك، وبعد الفيديو الثاني اللي كان كيتكلم على توجيه في لافاك، وبعد الفيديو الاول اللي كان كيتكلم على انواع الطلبه في لافاك. اليوم غادي نديرو واحد الفيديو اللي رائع جدا اللي نتكلموا فيه على الشعب، كل شعبه على حده. دابا بدينا بالسميه واللي هي سيونس مات انفورماتيك اي ابليكي، ومن بعد غادي ندوزو الفيزيك، البيولوجي، ابخي ليكونومي، القانون، الدراسات الانجليزيه، جميع الشعب ان شاء الله ندوزو عليهم. اذا غادي نبداو دابا بهاد الشعبة المتميزة اللي هي شعبة العلوم الرياضية التطبيقية والإعلاميات. هاد الشعبة صراحة كتكتسي واحد الرونق عند الطلبة، لأنها واحد الشعبة اللي عليها إقبال كبير بالنسبة للطلبة، وهي شعبة اللي واخا كاينة في الجامعة إلا وأنها ماشي مفتوحة للجميع. هاد الشعبة خاصة بالناس ديال الماط اللي عندهم باك سيونس مات، ولكن ما تقلقوش الناس ديال بي سي ولا اس في تي، فكاين بعض الجامعات اللي كتقبل الناس ديال اس في تي ديال بي سي، وكاين بعض الجامعات الاخرى اللي كتقبل الناس بجوج ديال بي سي وديال اس في تي، ولكن بشروط. مثلا تكون عندك نقطة الماط اكبر من او لا كتساوي 16 17 على حسب كل جامعة، وكذلك كياخذوا بعين الاعتبار النقطة ديال الفيزياء، وكاين اللي كياخذوا المعدل العام، يعني على حسب كل جامعة. هاد الشعبة هادي باش مزيانة هي انك بعد عامين، بعد ما كتقرا، بعد العام الاول كتقراه مشترك، يعني الا درتي بغيتي دير مات انفورماتيك ولا مات ابليكي، العام الاول كتقرا سيونس مات انفورماتيك اي ابليكي، يعني كتقراو جدع مشترك كتقراو فيه بجوج، يعني بمثابة فحال السانكيام جدع مشترك كتقراو فيه بجوج، ومن بعد كتفرقوا. اذا العام الاول والعام الثاني، ملي كتسالي العام الثاني كتاخد واحد الشهاده اللي سميتها الدوك. هاد الشهاده بامكانك انك تدفع بها المدارس العليا ديال الهندسه، وهاد الحاجه هي اللي كتميز هاد الشعبه بالاضافه للفيزياء، ولكن حتى نوصلوا لها. هاد الشعبه هادي بامكانك انك تدفع المدارس المهندسين وتهز، وانك تدوز الكونكور لانك كتكون قاري المواد اللي كيدوزو في الكونكور. يعني بامكانك انك تجتاز الكونكور ديال سيونس، مثلا ديال او اش تي بي ولا الحسنيه، ولا مثلا جميع مدارس الهندسه اللي كتدخل الدراري ديال العلوم الرياضيه. اذا نكملوا. اذا هاد المدارس اللي كنت قلت لكم انكم ممكن انكم تدفعوا لهم باك بلس دو، راه ماشي غير كتجيو كتدفع لهم، راه كاينه واحد الانتقاء اولي اللي كيكون على حسب النقطه، يعني خصك تكون جايب بعض النقط المرتفعه، والمرتفعه في لافاك يعني 13 الفوق، 12 الفوق، 12 ونص، ممكن انك دوز الكونكور. اذا شنو هما او لا العام الدراسي الاول مناش كيتكون من جوج ديال لي سومستر، اللي شاف الفيديو اللي قبل يعرف شنو هي سومستر اللي هي الدوره، كتكون من جوج ديال الدورات، وكل دوره كتكون من 7 ديال لي موديل. الموديل الاول اللي كاين في السميه اللي هو الاناليز ان، هو موديل ديال الماط اللي كيدرس فيه تقريبا كل ما يتناول الدوال، المتتاليات، الحسابيات، وكل هاد الامور هادي. الموديل الثاني اللي هو الالجبر 1، حتى هو موديل ديال الماط، وكيدرس فيه كل ما كيتعلق بالطوبولوجي، ليسباس فيكتوريال، حالات الجسم، وبزاف د الحوايج. الموديل الثالث اللي هو ديال الفيزيك، وكينقسم لجوج المواد اللي هما الميكانيك والتيرموديناميك. الموديل ديال بلا ما نساوه ديال اللونغ والكومونيكاسيون، وحتى هو كينقسم لجوج المواد اللي هما اللونغ والميثودولوجي والترافاي يونيفرسيتير، اللي كتقرا فيه لا لونغ فرونسي، وكيفاش انك تهضر بهاد اللغة، وكيفاش انك تقدم بها شي مثلا شي بحث ديالك ولا شي حاجة. كذلك كاين واحد الموديل ديال الفيزيك اللي كينقسم لجوج،
ممكن انهم يقريوكم فيه مثلا لوبتيك وممكن يقريوكم الكهرباء ليليكتريسيتي. الموديل ديال الماط ديال الاناليز، عاوتاني كاين موديل واحد اخر ديال الماط اللي هو الجبر، وكاين موديل اخير ديال الانفورماتيك اللي كتقرا فيه واحد التقديم الانفورماتيك، يعني شنو هي الانفورماتيك وشنو ممكن انك تقرا فيها وشنو ممكن انك دير بها. هذا الاس 1. وكاين الاس 2 تا هو فيه تقريبا نفس يعني نفس البرمجه ديال المواد. اذا الاخوان هذه هي السميه، ولكن خليونا نهضروا شويه على التجربه ديال واحد الصديق اللي هو الاخ سي محمد، اللي كيدوي لنا شويه على كيفاش انه دوز العام الاول وكيفاش انه كان كيراجع باش انه جاب واحد المعدل اللي جميل جدا في سما في الدوق ديالو اللي هو معدل 14. الاخ سي محمد كيعاودنا وكيقولنا انه كان كيراجع كل موديل قبل ما يمشي لونفي، ومن بعد ما يمشي للدار عاوتاني كيعاود يراجع الموديل ديالو. قال لك انه كان كيبدا من الاول، ما كيخليش الدروس تراكم عليه، وكان كيخدم التمارن نهار كامل. يعني واحد التجربه اللي ملهمه جدا، ان واحد الشخص اللي كان كيقطع الدفاتر بالخدمه ديال التمارن باش يجيب 14. لذلك كنقول لكم ان لافاك ماشي سهله انك تجيب فيها نقاط عاليه ديك 18 19، ولكن في نفس الوقت الا خدمتي وجبتي مثلا غير 14 اللي كتشوفها انت قليله، راك ممكن انك تكون من المتميزين، لان 14 او لا نقطه بحال فهاد النواحي ديال 14 راها عباره عن نقطه جيده جدا. من بعد ما دوز الاخ سي محمد العام الاول ديالو وجابو بواحد النقطه اللي جميله جدا، داز العام الثاني واختار تخصص اس ام ا، يعني سيونس مات ابليكي، واللي هو كيتعمقوا اكثر في الماط بعكس سمي اللي كيتعمقوا اكثر في الانفورماتيك. من بعد قرا وكمل بنفس الطريقه، وزاد طور المباحث ديالو، وزاد طور الطرق باش كيتعلم، وجاب اون نوت اللي حسن من ديال العام الاول، وقدر انه يحصل على نقطه ديال دوك ب 14 اللي خولات له انه يتهز انه يدوز لي كونكور ديال الاو اتش تي بي وديال الحسنيه اللي هي اش تي بي ديال طرافو بوبليك، وانه يدوز ديال البريد والمواصلات، واللي نجح في البريد والمواصلات ومشى يكمل في المدرسه ديال المهندسين ديال البريد والمواصلات واللي كتهتم بالانفورماتيك وما الى ذلك. بالاضافه لهذا الشيء هنا كتسالي القصه سي محمد باش نكونوا واضحين. بالاضافه لهاد المدارس ديال المهندسين ممكن انك تكمل الماستر. الماستر اللي ممكن انك من بعد منه انك مثلا دير الدكتوراه وتولي استاذ جامعي ديال الماط، ولا تكمل مور الدكتوراه ودير ابحاث ما بعد الدكتوراه وكتولي شيرشور في الماط، وممكن انك تخرج لنا شي حاجه جديده في الماط ولا جو سي با موا. وعاوتاني كاين بالنسبه الى شديتي مثلا الاجازه ممكن انك تدفع للتعليم تولي استاذ ديال الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي، يعني كيكون جميع الاسلاك ديال التعليم متاحه لك. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين ما يسمى بالاقسام ديال الشرطه، يعني كتمشي كتدفع للشرطه من بعد الاجازه وكتقبل باعتبارك مفتش مفتش ديال الشرطه، واللي كيتقاضى واحد الاجر اللي تقريبا 10000 درهم ولا 9000 درهم و 8000 درهم في هاد النواحي هادي، يعني واحد الاجر اللي ممتاز، وكترقى وكتولي ضابط والى ذلك. يعني كتكون عندك واحد الفرصه كبيره انك تدفع بزاف ديال الحوايج، بالاضافه انك تدفع مثلا الماستر على برا في الخارج. وهذه حاجه مزيانه جدا، لانك الا دفعتي مثلا للخارج كيكون الدبلوم ديالك ساوي وعنده واحد القيمه فحال الناس ديال لي كلاس بريبا، لان تقريبا البروغرام ديال لي كلاس بريبا راه واعر على ديال لافاك، ولكن راه تقريبا الا جينا نشوفو من منظور اخر راه كنلقاو ان لي كلاس بريبا والسميه تقريبا عندهم نفس القيمه تقريبا، ماشي نيشان، ولكن ديما كتكون لا كلاس بريبا عندها واحد القيمه اكثر.
وممكن عاوتاني تدفع الاف اس تي السيكل دانجينيور في شي حاجة عندهم تسمى ديال الكهرباء ولا كدا. هذا ما كان، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تنسوناش باللايك والاشتراك. شكرا.